لو بتاكل عيش كل يوم وبتسأل نفسك ليه مش بخس، العيش ده هو اول حاجة بتبوظ لك الدايت. تعال اقول لك على اضراره الخطيرة وبداله اللي هتشبعك وتحافظ على جسمك وصحتك. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضية. شغلي كله ان اساعدك تاكل صح من غير حرمان، توصل لهدفك سواء عايز تخس او تزود عضل او تحافظ على صحتك. العيش من اكتر الحاجات اللي الناس بتخاف منها في الدايت، وكتير بيسألوا نقدر ناكله ولا لا؟ طب نبدله بايه؟ في الفيديو ده هنتكلم على العيش وعلى اضراره والفرق بينه وبين البدائل بتاعته، وهنتكلم برضو على البدائل المتاحة ان شاء الله واللي لازم تعرفها علشان تحطها مكان العيش لو عندك مشكلة او حابب تخس. تعال اكلمك دلوقتي على اضرار العيش الابيض. العيش الابيض معمول من دقيق مكرر، يعني متقشر منه كل الفايدة. اول ما بتاكله بيرفع السكر في الدم بشكل مفاجئ، بعدها الانسولين بينزل بسرعة جدا فتحس بجوع اسرع. وطول ما بتاكل عيش ابيض كتير جسمك بيخزن دهون خاصة حوالين البطن، ولو عندك مقاومة انسولين او سكر العيش ده بيسبب لك كوارث. مش بقولك كده عشان بخوفك، لا انا بقولك كده علشان تاخد بالك وتعمل حسابك. كمان بيقلل طاقتك وبيزود الالتهابات في الجسم، وممكن يسبب امساك او انتفاخ خصوصا لو عندك حساسيه من الجلوتين. طب تعالى دلوقتي بقى اكلمك على بدائل العيش. ركز معايا لانك هتلاقي بديل اكيد يناسبك مهما كان هدفك. واحد، عيش الشوفان، غني بالالياف وبيشبع وبيساعد على تنظيم السكر، مناسب للدايت والرياضه. اتنين، عيش الذره، خصوصا التورتيلا المصنوع من ذره كامله، خالي من الجلوتين وهضمه سهل. تلاتة، عيش البقوليات زي الحمص، العدس، مصنوع من دقيق غني بالبروتين والالياف، وده بيخليه مشبع اكتر من العيش العادي. رقم 4، عيش بذور الكتان، ده بقى كنز غني بالاوميجا 3 والالياف ومفيهوش جلوتين، يعني ينفع جدا مع الكيتو والدايت العلاجي. رقم 5، عيش بذور الشيا، والشيا يعني شبع، فيها الياف كتير جدا وبتساعد على الهضم، وبتشرب الميه وبتدي احساس بالامتلاء. رقم 6، عيش دقيق اللوز، خفيف وغني بالبروتين والدهون الصحيه، مناسب جدا لمرضى السكر والكيتو دايت. رقم 7، العيش الكيتو المنزلي، وده عباره عن خليط من دقيق اللوز، بذور الكتان، الشيا، البيض والميه، ينفع تعمله في البيت وتشيله في الفريزر. رقم 8، العيش الاسمر الحقيقي، بس لازم تتاكد انه معمول من قمح فعلا كامل، مش موجود لون بس وخلاص. رقم 9، الخس او الكرنب، بديل ممتاز لو عايز تقلل النشويات، تقدر تحشيه باي بروتين او جبنه وتلفها زي السندوتش بالظبط. الموضوع بسيط، مش لازم تمنع العيش، بس اختار اللي يناسب هدفك وجسمك. كل ما تقلل من العيش الابيض وتعتمد على بدائل طبيعيه هتحس بطاقه احسن وشبع اكتر وجسم انشف. ولو محتار تبدا منين، تابعني واعمل لايك للفيديو واكتب لي في الكومنت ايه اكتر نوع عيش نفسك تجربه. ما تنساش تشترك في القناه واستنى فيديوهات جايه هتغير مفاهيم كتير عندك. دمتم بصحه.